مش لازم نستنى موسم عاشورا عشان ناكل عاشورا. بأقل من 100 جنيه هناكل أحلى عاشورا، هتكفي 5 أفراد، ساقعة ومنعشة في الجو الحر ده، وهترطب على قلبك. تابعي معايا الفيديو، هوريكي ازاي تعمليها أحلى وأوفر من بره. ده طبعا غير الكواليتي والنظافة، وحاجة مضمونة معمولة في البيت. 5 أطباق ب100 جنيه أو أقل بكتير طبعا، لأن كيلو اللبن ب40 جنيه وربع غلة ب20. يعني الموضوع كله مكلفنيش 100 جنيه و20 جنيه سوداني. يعني بصوا الموضوع بسيط جدا، وعملنا حاجات حلوة وساقعة وترطب على قلبنا في الحر ده. وتنفع كمان تقدميها للضيوف، وكمان اطفالك هيحبوها جدا لانها مغذية وطعمها يجنن. الكمية اللي انا هعملها معاكم عملت 6 بولات، وده الشكل. انا زينت هنا 3 بالسوداني و3 بالقرفة. للناس يعني اللي ما جربتش القرفة قبل كده، القرفة مع البليلة او العاشورة كانت في حتة تانية خالص. تابع معايا الفيديو. اول حاجة هنسمي بسم الله. وانا في البداية كنت جايبة ربع كيلو من الغلة ونقعتها يوم كامل في المية، وبعدين جبت حلة على النار وحطيتها على النار، وحرفيا ما قعدتش غير نص ساعة. انا بصراحة اتصدمت، انا افتكرتها ان هي ممكن تقعد كتير، يعني زي اي بقوليات ممكن تغيب على النار. انا بعد حوالي 20 دقيقة كده لقيت ان هي استوت. فانا قلت ايه ده، ما شاء الله دي استوت بسرعة. ونزلت هنا بكوباية سكر للتحلية، وهقلب بشويش. وبسم الله ما شاء الله طالعة تجنن، لانها حرفيا ما اخدتش وقت. وهحاول ادوب السكر كده بشويش علشان البليلة تتحلى بالسكر. وافضل اقلب كده بشويش لحد ما ادوب السكر نهائي. وانا ضفت هنا نص كوباية كمان من السكر، عشان انا دقتها ولقيتها ان هي لسه محتاجة سكر. والكوباية اللي انا عايرت بيها السكر دي كوباية شاي صغيرة، يعني مش كوباية شوب كبيرة. فطبعا كل واحدة على حسب رغبتها بتحتاج الطعم يكون ايه. في ناس بتحبه محلي قوي، وفي ناس ما بتحبوش محلي. كل واحدة طبعا وراحتها. طبعا كده البليلة تعتبر تمام. انا هنا جبت 4 معالق كبار من النشا، وهدوبهم في نص كوباية مية. وهقلب كده ادوب النشا. وسبت البليلة كده تغلي شوية، وهنزل بكيلو من اللبن. اللبن البلدي العادي اللي هو بيجي من عند اللبان، لان طعمه بيبقى احلى بكتير من الازايز اللي احنا بنشتريها. وهقلب كده علشان كل ده يغلي مع بعض. وهنا هحط الفانيليا على النشا اللي انا دوبتها في المية، وهقلب كده بشويش. وطبعا في الخطوة دي انا بعد ما سبت اللبن يغلي مع البليلة، علشان البليلة تاخد من طعم اللبن وتستوي اكتر، ههدي النار وهنزل بالنشا بشويش. وهقلب برضو بالراحة، وهوطي النار زي ما قلت لكم، علشان انا مش عايزة القعر يتلسع، عشان لو اتلسع هيغير الطعم وهتبقى طعمها مش لطيف. كده واحدة واحدة لحد ما تربط. هفضل اقلب بشويش لحد ما احس ان هي ربطت. انا زودت شوية نشا كمان، حطيت حوالي معلقة كبيرة ودوبتهم في شوية مية، علشان انا شايفة ان هي لسه سايبة. وهفضل اقلب كده لحد ما الاقي القوام وهو بيغلي بيربط. انا حاسه ان وانا بقلبه كده ان هي بدأت تربط معايا. ولازم في الخطوه دي ان اللبن يكون بيغلي، علشان نضيع طعم النشا. لان احنا لو حطيناه على البارد هيبقى طعم النشا باين جدا في العاشوره او الرز بلبن ايا كان. الحاجه اللي انتي هتنزلي فيها النشا لازم تكون الحاجه بتغلي. وهنا بسم الله ما شاء الله اهي ربطت. وادي القوام.
انا مش عايزاها اكتر من كده، لان هي ايه مع هتبرد وهتتحط في التلاجة وهتمسك. فهي كده ما شاء الله، يعني كده خلاص جهزت. وهجيب الاطباق او البولات اللي انا هغرف فيها العاشورة، هنسمي بسم الله وهقلب بشويش، ومع مراعاة ان انا ما اجيبش من القعر عشان لو اتلسع ولا حاجة ما يبوظ الدنيا اللي انا عملتها. وهغرف كده زي ما انتوا شايفين، وزي ما حضراتكم شفتوا معايا الفيديو والله ما اخدت وقت. هو الموضوع كله ان انا حرفيا بيتها ليلة بس في المية، وتاني يوم غليتها وما قعدتش على النار نص ساعة. عملت احلى 5 اطباق عاشورة وما كلفتنيش اكتر من 100 جنيه، والله العظيم يا جماعة. وتحفة وساقعة وجميلة، وهتخلي الاطفال يحبوها جدا ومغذية. يعني طبعا انا مش هفضل امدح في العاشورة، كلنا عارفين ان العاشورة طبعا طعمها لذيذ، وخاصة لو في الحر ده احنا محتاجين حاجة ترطب علينا. وده الشكل بعد ما انا غرفت في الاطباق اللي انا هقدم فيها، وهسيبها تبرد علشان ابدأ ازينها. وبعد ما تبرد تماما هدخلها التلاجة. طبعا هي ما بتاخدش في التلاجة وقت، يدوبك نص ساعة وممكن تطلعيها وتقدميها للضيوف او ليكي وللاطفال. طبعا انا هنا جبت ب20 جنيه سوداني بتاع اللي هو المتحمص، وفرمته فرم متوسط مش ناعم ولا خشن. وهنا نزلت بجوز الهند على العاشورة من فوق الوش، وهزين بيها الطبق، وهنزل بالسوداني. طبعا عايزة اقول لكم السوداني علشان كان متحمص وطازة مع العاشورة كان طعمه في حتة تانية خالص. وهنا الاطباق دي انا ما حطيتش فيها جوز هند، نزلت بيها بالقرفة. القرفة برضو ليها تيست عالي قوي للناس اللي هي ما جربتهاش، بس حقيقي مش هتندمي لو حطيتي فيها القرفة. القرفة بتخلي طعمها يجنن. طبعا للي حابب، واللي مش حابب هو السوداني تمام. ولو عندك مكسرات اي حاجة بتزيني بيها، كل واحد وراحته وعلى حسب امكانياته. الامكانيات اللي انا عملت بيها والله ما كلفتنيش اكتر من 100 جنيه، وده الشكل النهائي. ولو بتتفرجوا عليا لحد دلوقتي انا بشكركم. يا ريت لايك علشان تشجعوني ان انا اكمل، ان انا اقدر اعمل فيديوهات اكتر، علشان القناة بتاعتي توصل للناس اكتر، علشان في ناس مبتدئين ما يعرفوش حاجات بسيطة في المطبخ او في الاكل. لايك واشتراك في القناة، واكتبولي اللهم صل وسلم وبارك عليك يا رسول الله. واستنوني ان شاء الله في الفيديو جاي. باي باي.